صاحبنا السي الخميني اللي كفروا المغرب وهو ما تمشيش هرب على المسؤوليه ديالته، واللي كفرناه رسميا بفتوى العلماء هذه عامين، لانه يقول ان الامام هو اقرب الى الله من الملائكه المقربين ومن الرسل وحتى النبي صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحجاج ما اقول هنا على المنشور اللي كان تيتوزع في مراكش في يوم 6/1/84، خليك منه بعد الفقرات ديال الامام كذلك. يقول: ليكن في علمنا ان وضعيتنا الراهنه المريره ليست نتيجه لحرب الصحراء التي يشنها النظام الملكي المهزوم على الشعب الصحراوي البطل، والتي يذهب ضحيتها الالاف من ابنائنا، وليست نتيجه للجفاف كما يدعي الحسن السفاكي. انا تنقرا ما شنو ما تيرهبنيش، بل راجع الى نهب خيراتنا من طرف الامريكان والاعداء. ازيد على هذا النقطه. الذين مثلا عاشوا مخلصين للدين وللأمة كالإمام الخميني رحمه الله الذي أحدث هذه الصحوة الكبيرة الآن في عالم الإسلامي. لا شك أن الإمام الخميني هو أفضل من بعض أنبياء بني إسرائيل. وأنا أنصح الإخوة في المغرب في الحقيقة من خلال قناتكم الكريمة، لو دخل حزب الله أو لو دخلت إيران والجزائر كذلك، لو دخلوا على الخط لانتهى الأمر خلال ساعات يعني في الصحراء الغربية. عبيد السلطه رئيس دائره الامنيه الاولى كنقول لكم بان التواجد ديالكم تواجد غير قانوني بناء على قانوني سبب فرقوا بين الناس السابقين. السكرتاريه ما تبغاتش من الاعلام تاسي وعط ولا قانون عبيد السلطه رئيس دائره الامنيه الاولى كنقول لكم بان التواجد ديالكم تواجد غير قانوني بناء على قانوني سبب فرقوا بين الناس السابقين. السكرتاريه ما تبغاتش من الاعلام تاسي وعط ولا قانون عبيد السلطه رئيس دائره الامنيه الاولى كنقول لكم بان التواجد ديالكم تواجد غير قانوني بناء على قانوني هادو مغاربه خوتي خارجين تيدافعوا على ايران في المغرب. قالت لا هادشي اللي وقع في ايران ما مزيانش، وما عارفينش ايران شنو تدير في المغرب، وان ايران محيده المغرب بالخريطه، وان ايران هي كانت تدعم بوليزاريو. نتوما ما عارفينش هادشي، نتا تفرجوا كاع في الاخبار، تتفرجوا في اللعبه خارجين. واش نتوما معانا ولا ضدنا؟ واش نتوما في المغرب ولا بلاصه اخرى؟ الله اعلم. وهنا نؤكد أن التزامنا بأن يظل المغرب دولة للحق والتطور الديمقراطي لا يوازيه إلا رفضنا للاستغلال المقيت لما تنعم به بلادنا في مجال الحريات وحقوق الإنسان للتآمر ضد سيادة الوطن ووحدته ومقدساته من أي كان. لقد حل الوقت الذي يتعين على كافة السلطات العمومية مضاعفة الجهود اليقظة والتعبئة للتصدي بقوة القانون لكل مساس بسيادة الوطن، والحزم في صيانة الأمن والاستقرار والنظام العام، الضمان الحقيقي لممارسة الحريات.
وبروح المسؤولية نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع، فأما أن يكون المواطن مغربي أو غير مغربي وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب ودقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة، فأما أن يكون الشخص وطنيا أو خائن، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة، ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة والتنكر لها بالتآمر مع أعداء الوطن. أما خصوم وحدتنا الترابية ومن يدور في فلكهم فهم يعلمون أكثر من غيرهم بأن الصحراء قضية مصيرية للشعب المغربي الملتف حول عرشه المؤتمن على سيادته ووحدته الوطنية والترابية. شعبي العزيز، إن التزامنا بتوفير شروط العيش الكريم لمواطنينا لا يعادله إلا حرصنا على ضمن الأمن العام وسلامة المواطنين في إطار دولة الحق والقانون. ومن هنا فإن المغرب يرفض كل الممارسات التي تستهدف المس بأمنه واستقراره، وسيتصدى لها بكل حزم ومسؤولية في إطار القانون وتحت سلطة القضاء. فمتى كان ترهيب المواطنين وتخريب ممتلكاتهم التي اكتسبوها بجهدهم وعرق جبينهم حقا من حقوق الإنسان، ومتى كان الإخلال بالأمن العام تدمير الممتلكات العمومية يدخل في إطار ممارسة الحقوق والحريات. لقد سبق لنا في خطاب المسيرة سنة 1990 أن عبرنا عن رفضنا القاطع لهذه الممارسات، ونبهنا إلى أن أي شخص إما أن يكون وطني أو خائن، فليس هناك مرتبة وسطى بين الوطنية والخيانة، كما أنه ليس هناك درجات في الوطنية ولا في الخيانة، فأما أن يكون الشخص وطني وأما أن يكون خائن. صحيح أن الوطن غفور رحيم وسيظل كذلك، ولكن مرة واحدة لمن تاب ورجع إلى الصواب. أما من يتمادى في خيانة الوطن فإن جميع القوانين الوطنية والدولية تعتبر التآمر مع العدو خيانة عظمى. إننا نعرف أن الإنسان يمكن أن يخطئ، ولكن الخيانة لا تغتفر، والمغرب لن يكون أبدا مصنعا للشهداء والخيانة. أما الشهداء الحقيقيون هم الذين وهبوا أرواحهم في سبيل حرية واستقلال الوطن، والذين استشهدوا دفاعا عن سيادته ووحدته. لهذا أقول كفى من المزايدات على المغرب، وكفى من استغلال فضاء الحقوق والحريات التي يوفرها الوطن للتآمر عليه. حقيقة من خلال قناتكم الكريمة، لو دخل حزب الله أو لو دخلت إيران والجزائر كذلك، لو دخلوا على الخط لانتهى الأمر خلال ساعات يعني في الصحراء الغربية. وأنا أنصح الإخوة في المغرب في الحقيقة من خلال قناتكم الكريمة، لو دخل حزب الله أو لو دخلت إيران والجزائر كذلك، لو دخلوا على الخط لانتهى الأمر خلال ساعات يعني في الصحراء الغربية. وأنا أنصح الإخوة في المغرب في الحقيقة من خلال قناتكم الكريمة، لو دخل حزب الله أو لو دخلت إيران والجزائر كذلك، لو دخلوا على الخط لانتهى الأمر خلال ساعات يعني في الصحراء الغربية. وأنا أنصح الإخوة في المغرب في الحقيقة من خلال قناتكم الكريمة، لو دخل حزب الله أو لو دخلت إيران والجزائر كذلك، لو دخلوا على الخط لانتهى الأمر خلال ساعات يعني في الصحراء الغربية. وأنا أنصح الإخوة في المغرب في الحقيقة من خلال قناتكم الكريمة، لو دخل حزب الله أو لو دخلت إيران والجزائر كذلك، لو دخلوا على الخط لانتهى الأمر خلال ساعات يعني في الصحراء الغربية. وأنا أنصح الإخوة في المغرب في الحقيقة من خلال قناتكم الكريمة، لو دخل حزب الله أو لو دخلت إيران والجزائر كذلك، لو دخلوا على الخط لانتهى الأمر خلال ساعات يعني في الصحراء الغربية.